جانب استمع إلى جانب من الحديث الذي دار بيننا، خاصة بين السيد عبد الرحمن مهداوي وكذلك لامين زماموش. هل شعرت عبد العزيز وأنت تقترب من المدرب وكذلك من اللاعبين أنه فيه ارتياح بالنسبة لهذا المعسكر من الناحية النفسية، من ناحية العمل؟ هل يسير في ظروف عادية وهل الشروط كلها مواتية؟ مساء الخير ياسين لك ولكل مشاهدينا الكرام. على كل أمور هنا بهذه المنطقة التي تسمى بإرزو غوينا وراخ أمور تبعث على الارتياح. هذا ما سجلناه خلال تواجدنا بإقامة الخضر الذي أجرى لحد الآن 6 حصص تدريبية، كل شيء على ما يرام. هذا للأمانة سجلنا أيضا العودة التدريجية للاعبين المصابين، والكل نسي ما حدث بدبلن. قلت العودة التدريجية للاعبين المصابين، ويتعلق الأمر ببوغرة مجيد وطمئنك ياسين وطن كل أنصار الخضر. عودة إذا مجيد بوغرة، كار المجاني عن طريق يحيى، وأيضا مطمور الذي تعافى أعطيت لهم الإشارة الخضراء من قبل الطاقم الطبي. الأمور الجدية بدأت الاعتماد في هذا التربص. الشيء اللي لاحظناه هو خاصة الاعتماد من قبل الطاقم الفني على المقابلات التطبيقية، ومن خلالها تعرف الطاقم الفني على جاهزية كل لاعب. على كل أعيد وأكرر للأمانة كل شيء على ما يرام. معنوية اللاعبين مرتفعة، فيه جو رائع يسود المجموعة. مع الإشارة الخضر ياسين سيتنقلون يوم الغد إلى مدينة فورت التي تبعد عن هيرزو غوراخ المقيم بها المنتخب الوطني بحوالي 14 كيلومتر. المقابلة والحصة التدريبية الأخيرة هي عبارة عن مقابلة تطبيقية بملعب أورون هوف، وهو الملعب الذي سيحتضن مباراة الخضر مع المنتخب الإماراتي ابتداء يوم السبت، ابتداء من الساعة 5 بتوقيت الجزائر. وأيضا معي يحضر معي الكوتش ومساعد المدرب السيد زهير جلول. عبد العزيز نعم ياسين. جدية بدأت من مدينة نيرنبرغ الألمانية. المنتخب الوطني وبجميع عناصره يواصل تحضيراته في أجواء هادئة وبمعدل حصتين في اليوم. التركيز منصب على الجانبين التكتيكي والتقني. تحضير مباشر لكأس العالم من ناحية تقنية وتكتيكية، نظن هذا هو الهدف. وبدينا حقيقة يعني عندنا أيام نديروا حصتين يعني، ولكن تركيز أكثر كما قلت لك من ناحية التقنية والتكتيكية. أنا نخدموا بليس نيفو فيزيك اوتر شوز، وإن شاء الله نكونوا حاضرين ديجا المقابلة تاعنا يوم السبت ضد الإمارات. المعنويات راهي عالية إن شاء الله، الثقة راهي في النفس راهي تزيد من نهار لنهار. إن شاء الله نكونوا كما قلنا المهم نكونوا حاضرين يوم أول مقابلة ضد سلوفينيا بإذن الله. عودة المصابين للمجموعة سمحت للمدرب الوطني بتجريب مختلف الخطط التكتيكية التي سيعتمدها في أول مواجهة أمام منتخب سلوفينيا. مع رجوع لاعبين المصابين وخاصة الأساسيين، أكيد باللي رايحين تدريجيا للتشكيلة الرئيسية، وكذلك للخطة التكتيكية مباشرة راح يلعبوها إن شاء الله بحول الله ضد سلوفينيا. كريم مطمور أحد الأسماء التي غابت عن المباراة الأخيرة أمام منتخب إيرلندا يؤكد على الأجواء الجيدة داخل المجموعة، وكذا جاهزيته لمباراة الإمارات السبت المقبل. Et puis aujourd'hui je vais m'entraîner avec l'équipe, donc Inch'Allah j'espère que tout se passera bien. العد التنازلي لمباراة سلوفينيا بدأ، والعناصر الوطنية أمام فرصة أخرى عند نهاية التربص لتدارك النقائص من خلال المباراة الودية أمام الإمارات. نفسية اللاعبين ومحتوى هذا المعسكر الأخير، هل من مزيد بخصوص العمل الذي تقومون به في هذه الأيام وفي هذا الشطر الأخير لو صح التعبير من التربص الذي يقام بنيرنبرغ؟ ما هي الأشياء اللي تركزوا عليها كطاقم فني؟ مساء الخير أخي
ياسين. مساء الخير ضيوفنا الكرام. تحية خاصة من ألمانيا أيضا كل من الطاقم الفني والفريق الوطني لكل شعب جزائري. أما بما يخص سؤال تاعك الأخ ياسين، الأجواء هنا كما نقول لك الحمد لله أجواء نحن نعمل في أمور ولا أو في أجواء جيدة. أما من ناحية العمل احنا اتفقنا في المعسكر الثاني هذا باش نعملوا من ناحية فنية ومن ناحية تكتيكية لتحضير المقابلة تاع الإمارات. والمقابلة هذه تاع الإمارات راح تحضرنا باش نخوض المقابلة الأولى تاع كأس العالم ضد الفريق السلوفيني. العمل اللي راح نخدموا فيه وخاصة ثاني برمجناه يكون من ناحية بسيكولوجية، لأن اللاعبين بداوا يحسوا شوية بالضغط اللي راهو عليهم، المسؤولية الكبيرة. واحنا رانا نعمل واحنا كل الطاقم الفني وكل الطاقم الموسع باش يكون اللاعبين في ارتياح ويكون الذهن نتاعهم مركز باش ما ندخلوش في التسرع وما نديروش اخطاء، خاصة ضد الفريق الاماراتي اللي راح يكون تحضير المقابلة المقبلة ان شاء الله. بالنسبة للمباراة المرتقبة واللي راح طبعا الجمهور الجزائري ينتظرها بشغف، طبعا كانت فيه ربما نتيجة، كان فيه حديث كثير عن نتيجة مباراة ايرلندا. هل بالنسبة للمدرب الوطني تهم النتيجة سواء التي سجلت بإيرلندا أو التي ستسجل بألمانيا؟ هل نقيس على النتيجة أم عن أشياء أخرى؟ والله بكل صراحة احنا صرحنا والناخب الوطني الشيخ رابح سعدان صرح مش مرة أو اثنين أن النتيجة ما راحش تكون مهمة لنا كتير، لأن المقابلة اللي خدناها ضد الفريق الإيرلندي كانت مقابلة تحضيرية، مقابلة شفنا فيها لاعبين أو وجوه جدد اللي دخلوا الفريق، وكانوا عندنا لاعبين أساسيين مصابين، حوالي 5 لاعبين منهم قلني اللي راح غادر طرابلس. دونك المهمة ما كانتش سهلة. احنا كانوا عندنا 15 لاعب زائد 3 حراس، كان عندنا في حوزتنا 18 لاعب. دونك كان علينا ان نقوم بهذه المقابلة، والحمد لله النتيجة كانت 3-0، ولكن الاداء ما كانش محتشم، وخاصة المفاجأة لان كان عندنا لاعبين جدد وشبان جدد نخاطوا في الفريق، واعطى والحمد لله وجه مشرف، واحنا فرحانين كثير. كما يقول لك التقييم تاعنا، التقييم الفني كان ايجابي، وهذا راح يبشر بخير في المستقبل ان شاء الله. اما بالمقابله اللي راح نخوضوها ضد الفريق الاماراتي حتكون مقابله قلت لك بعد قليل ان هذه المقابله حتكون تحضيريه للمقابله تاع سلوفينيا، راح ندخلوها بكل روح رياضيه، وعندنا احنا نحترم كثير الفريق الاماراتي لانه فريق محترم وعنده سمعته هو في البلد العربي. وان شاء الله احنا كما نقول لك احنا نشتغل ورانا نعمل ورانا نحضر في الفريق من كل جوانب، وخاصة وأؤكد من الناحية النفسية والبسيكولوجية، لأن اللاعبين لأول مرة كلهم راح يلعبوا كأس العالم، وكأس العالم شفت ده مستوى عالي جدا، ولازم يكونوا لاعبين متحضرين ويدخلوا يلعبوا بدون مركب نقص.